اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا قطيتين بصلايه، كام كيس كاتشب، ليمونه شايله منها البذر بتاعها، 2 ماجي. كل دول هنزل بيهم في الخلاط. هنزل بكل الحاجات دي في الخلاط مع معلقه سكر، بس المقطع ده مجاش، ملح وفلفل اسود، شويه زيت، مش هحط خل. هضربهم كلهم في الخلاط، عايزاهم يبقوا ناعمين قوي. هنا معايا فرخه غسلها غسله كويسه، بس هرجع اشطفها تاني. همسك باي حاجه عندي تقيله وهكسر العظم. عايزه العظم ده كله يتكسر عشان الخلطه اللي انا عملناها والتتبيله اللي انا عملناها تخش جوه اللحم. فانا هبدا هكسر العظم كله من الجناح والكل، بس انا فاتحاها من ظهرها. يعني انت افتحيها من ظهرها، وبالسكينه بقى روحي مغرزاها كده خالص عشان تفتحي ايه اللحم. هقلبها الناحيه التانية، افتح الصدر اكتر حاجه بياخد وقت عقبال ما بيشرب في التتبيله. نفس النظام، هرفع الجلد كده وهفتح الوراك عشان كل دوت هدخل تحتيه ايه الخلطه. هروح اشطفها بايديا بقى كده. بص انا بعمل ايه بايديا، هروح اشطفها وارجع لكم. هنا بعد ما شطفتها وسبتها تتصفى، هنزل بنص التتبيله واحاول ادعكها كلها، اخلي ايه يعني التتبيله دي تخش في كل حته انا فتحتها، في كل حته. بصوا انا بدخل التتبيله ازاي، برفع الجلد وبدخل التتبيله. حاول ما تخليش الجلد يتقطع منك. بصي هقلب الناحيه التانية وهنزل بقيه التتبيله وهحطها يا جماعه في التلاجة. الكلام ده كان الصبح، انا هحطها في التلاجة لغايه بالليل. خلاص كده كده كنت بدور على الغطا عشان اغطيها. هنيجي بقى نولع الفحم وهنحطها على العظم، مش هنحطها على الجلد، حطيها على العظم. هعمل انا بقى جوه كده ايه تتبيله حلوه قوي، عباره عن خل وتوم وزيت. خل وتوم وزيت وملح. وهمشي على الفرخه ديت بعد ما ايه يعني وهي داخله على السوا كده، من كل حته كده هفضل ايه احط عليها. بصوا عماله ارقص الكاميرا ازاي. بصوا اهي التتبيله اهي، توم وخل وزيت. هغرقها من كل حته وهقلبها على الناحيه التانية وهسيبها على النار تكمل السوا بتاعها. والله يا جماعه خلطه رهيبه رهيبه، تحفه بجد. لايك وشير وسبسكرايب، قولوا بتتابعوني منين. بصوا الجمال، مع شويه مكرونه بقى والف هنا وشفا، او عيش وطحينه. باي باي.